بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ماتش الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي، فضلت أفكّر كدهوّة، هو إيه الفرق ما بين الهلال السعودي والأهلي؟ الاتنين عملوا صفقات والاتنين صرفوا فلوس كتير، الهلال طبعًا صرف فلوس أكتر، بس الاتنين عملوا صفقات كتير وجابوا لعيبة مميزة، بس إيه الفرق ما بين الهلال والأهلي؟ الهلال جاب صفقات ومدير فني جديد، الأهلي جاب صفقات ومدير فني جديد. الفرق اللي ما بين الهلال والأهلي، اللي الهلال السعودي جاب صفقات اللي الفريق محتاجها، جاب مدير فني قوي، مرتبه عالي، فظهرت بصماته أول ماتش قدام ريال مدريد، وطبعًا كل ماتش بيلعبه بصماته بتظهر أكتر. إحنا عندنا مش في الأهلي بس، لأ في مصر عمومًا، المدرب لازم يخلّص نُص السيزون عشان تقدر تحكم عليه، أنا مش فاهمها إزاي دي. يعني دي أنا أول مرّة في حياتي أسمعها، اللي أنت لازم تخلّص نُص سيزون عشان تقدر تحكم على المدرب، يقول لك لازم 10، 15 ماتش على الأقل، ليه على الأقل ليه؟ ليه هو بيخترع ذرّة؟ يعني مثلًا هو المدير الفني اللي بييجي بيمسك فريق ده، هل هو مش كل يوم بيتدرّب مع الفريق وبيدرّب الفريق وبيقول لهم على خطط اللعب؟ ما معنى اللي بعد 15 ماتش أو 10 مُطوشة ما فيش بصمات ظهرت عنده على الفريق، يبقى مدرب فاشل، دي حاجة. الحاجة التانية، الهلال السعودي صرف فلوس كتير وجاب لعيبة كتير، بس هو جاب اللعيبة اللي الفريق محتاجها، هنا الفرق بقى. الأهلي جاب لعيبة مكايدة، عشان بس يكايد الزمالك وعشان الجمهور ومش عارف إيه، ويشيل الضغط من عليه ويشيل الضغط من على مجلس الإدارة، فإحنا جبنا اللعيبة اللي الزمالك محتاجها، زي مين؟ في يناير أشرف بن شرقي كان جاي الزمالك، الأهلي أخده. أحمد رضا اللي جاي من بتروجيت الزمالك بيفاوضه، الأهلي أخده، دلوقتي أحمد رضا بيتباع. في مين تاني؟ طبعًا زيزو أخدوه عشان طبعًا الضجة، ويشيلوا الضغط من على الضغط الجماهيري، مجلس الإدارة يشيل الضغط الجماهيري من عليه، فهو يجيب اللعيبة اللي هو مش محتاجها والفريق مش محتاجها، هو عشان يشيل الضغط وعشان يكايد ويعمل فتنة مع الجمهور التاني. طبعًا كلّنا فاكرين طبعًا أحمر شوخيخ لمّا طلع قال: "إيه ريحة الشياط دي؟ لأ ده في حريقة، طب أنا خلاص هاكمّل." طبعًا إحنا فاكرين طبعًا الهبالة والتلقيح طبعًا، يعني هو بيطلع ال90 دقيقة هو بيتكلّم على الزمالك ما بيتكلّمش على الأهلي، أصل لو فريق تاني راح هيجيب جمهور منين؟ أصل لو فريق تاني اتعمل هيعمل إيه؟ أصل لو مش عارف إيه راح الفريق هيعمل إيه؟ ده الأهلي طبعًا النفخة في البالونة لحد ما البالونة فرقعت في وشّهم. هنا بقى إحنا نيجي لإيه، للتمثيل المشرِّف. آه، هنا بقى الأهلي يطلع رابع مجموعته، فيبقى ده التمثيل المشرِّف اللي المفروض وزير الشباب والرياضة يروح يستقبل الفريق في المطار، اللي المفروض وزير الشباب والرياضة يروح بطيارة خاصة أمريكا عشان يستقبل الفريق واللعيبة. إنما الهلال السعودي عمل إنجاز مش هيحصل تاني لأي فريق عربي. الهلال السعودي اللي عمله في الهلال السعودي مش هيحصل لأي فريق عربي أيًا كان هو مين، أو فريق أفريقي أيًا كان هو مين، اللي عمله الهلال السعودي درس إداري فني بحت. يعني إيه إداري فني بحت؟ الهلال السعودي عمل درس إداري اللي هو جاب لعيبة سوبر، بس الفريق محتاجها، جاب مدير فني ما لوش حل، على طول من أول ماتش البصمات بتاعته ظهرت على الفريق. إنما إحنا عندنا الأهلي الزمالك يخش على أسامة فيصل فإحنا عايزينه، أحمد رضا طب إحنا عايزينه، أشرف بن شرقي طب إحنا عايزينه، مين ده عقده هيخلص طب إحنا عايزينه، طب الأهلي عنده كام جناح؟ عنده حسين الشحات، وأحمد عبد القادر هيرجع، وتريزيجيه، وأشرف بن شرقي، وزيزو، وطاهر محمد طاهر، والناشئ محمد عبد الله اللي مشى، 7 أجنحة.
طب أنت كنت جِبت جناحين كمان يبقى عندك 4 وجيب بقى خط الضهر، خط الضهر اللي ضايع عندك، خط الضهر اللي ضايع عندك. إنما طبعًا لأ، إحنا طبعًا لازم نكايد، إحنا فريق المكايدة، إحنا فريق بنحب نكايد وبس، والإعلام بتاعنا بيحب ينفخ البالونة. مُهيب عبد الهادي أنا مش عارف إزاي الراجل ده مذيع، مش أنا مش عارف في حد بيتفرّج عليه والّا لأ. طلع قبل البطولة طلع قال: "أنا إحساسي اللي الأهلي هياخد كأس العالم للأندية، إحساسي بقى ما لكمش دعوة بإحساسي." ده في حلقة، حلقة تانية كان معاه الكابتن إكرامي، قال له: "طريق الأهلي في كأس العالم للأندية، الأهلي يطلع الأول هيلعب مش عارف تاني المجموعة إيه، فهيكسب، فهيلعب مش عارف إيه، هيقابل مين في دور ال8، هيقابل مين في دور ال4 النهائي." والله أنا باتفرّج والله من كتر الضحك يعني ما باقدرش أمسك نفسي من كتر الضحك. يا جماعة كفاية نفخ في البالونة، إحنا لعيبتنا على قدّها. الهلال السعودي كان فيه 8 لعيبة سعوديين بيلعبوا قدّام مانشستر سيتي، عندهم أساسيات الكورة اللي مش عندنا، اللي ما ولا في لعيبة الأهلي ولا الزمالك ولا الإسماعيلي ولا بيراميدز ولا أي لعيب في مصر، ده بوضوح. اللعيبة السعودية عندهم أساسيات كورة، بيلعبوا كورة أحسن مننا، بدليل إن منتخب مصر شباب أولمبي أول ما بيعرفش يكسب المنتخب السعودي، لإنه منتخب قوي، عنده دوري محترم، عنده حاجة في الدوري لسه ما جاتلناش، وأتمنى اللي هي تتطبّق عندنا في مصر، حاجة اسمها عدل، بيطبّقوا اللوايح والقوانين على الفرق السعودية أيًا كان هي مين، وأيًا كان اسم الفريق إيه، فبيحصل تنافسية، فبيدّيك منتج دوري سعودي قوي، ده أتمنى اللي دي تحصل في مصر، طبعًا دي من رابع المستحيلات اللي هي تحصل، اللي هي إيه، العدل وتطبيق اللوائح والقوانين، ده طبعًا مستحيل اللي هو يحصل، ده إحنا حاجة عارفينها. ليه؟ لإن إحنا عندنا النادي الأوحد، إحنا الدوري النادي الأوحد، الدوري الأهلي المصري، وليس الدوري العام المصري أو دوري النيل أو أي حاجة، يعني دوري الأهلي النيلي. إحنا ما عندناش مستوى تنافس، إحنا ما عندناش تنافس خالص، إحنا الزمالك بيخش كده بيخبّط كده بس عشان التاريخ، إنما بدون التاريخ الزمالك مش موجود، ما فيش تنافس ما بين الأهلي والزمالك، خلّينا واقعيين وواضحين. السعودية ده أنت بتلاقي الأهلي السعودي طالع من دوري الدرجة التانية، فيرمينيو ورياض محرز و، بيتنافس أخد بطولة آسيا، تاني موسم على طول أخد بطولة آسيا. اتفرّجوا بقى السنة دي على فريق لسه طالع الدوري السعودي الممتاز، نيوم، نيوم اللي بيلعب فيه أحمد حجازي واللي قدّم عرض للزمالك. نيوم صندوق الاستثمار السعودي أخده تحت جناحه هو كمان، عامل صفقات سوبر السوبر. الدوري السعودي يا جماعة دوري قوي، السعودية فيها كورة، السعودية أحلى مننا بمراحل. الإعلام السعودي ما طبّلش ونفخ البالونة للهلال زي الإعلام المصري اللي بيعمله لحد دلوقتي. يا جماعة شوية عقل، شوية عقل يا جماعة، إحنا ما عندناش يا جماعة كورة عشان تنفخوا البالونة بالطريقة دي. الإعلام الرياضي كلّه أهلي، ده أنا اتفرّجت على MBC أكشن ساعة ماتش الهلال ومانشستر سيتي، بعد الماتش ربع ساعة والّا تِلت ساعة استوديو تحليلي مع اللي هو وليد فراج، وجاب ناس على Zoom إيه رأيك ومبروك والبتاع والحكاية والرواية وفرحانين وخلاص خلصت وكل سنة وأنت طيب، وشغّل أغنيتين حلوة طبعًا يشغّل، الراجل كسبان مانشستر سيتي وتعادل مع ريال مدريد ووصل الدور ال8 أنت عايز منه إيه تاني؟ أخد فلوس، هو صرف فأخد فلوس، الأهلي صرف فخسر، الأهلي ما كسبش حاجة، الجايزة 10.000.000 هنا ترامب بياخد 30% ففي 3.5 مليون طالعين، دي حاجة. الحاجة التانية 3.5 تانيين لكولر اللي بيتدفع له راتبه لحد دلوقتي، وفي 150.000.000 عقوبة انسحاب ماتش الأهلي والزمالك فال10.000.000 راحوا.
أدي ال10.000.000 الأهلي صرف قدّام منّهم إيه؟ الأهلي صرف حوالي 20، 25.000.000$ على الصفقات، وفي صفقات جابها شهر يناير مشت الصيف دوّة، لإن هو مش محتاجها، هو بس أخدها عشان يمنع الزمالك منهم، زي عمر الساعي اللي أخده ما لعبش ب50.000.000 يقول لك أصل إحنا بنساعد الإسماعيلي، ليه وأنت جمعية خيرية؟ يعني مثلًا مكتوب النادي الأهلي للجمعيات الخيرية لمساعدة الأندية المصرية، طبعًا يعني كلام طبعًا لا يُعقل، بس هو عشان الزمالك ما ياخدهوش، إحنا هناخد عمر الساعي. طب الزمالك داخل مع مش عارف عمر الجزار، إحنا كمان هنخش ناخد عمر الجزار، الزمالك انسحب فهو لأ مش عايز عمر الجزار خلاص، فالراجل راح البنك الأهلي، وفي الآخر ييجي يقول لك أنت اللي بتعمل التعصب، يا راجل اتفرّج على القناة بتاعتك ال24 ساعة بيتكلموا على الزمالك بس، ده أنا ما شُفتش في حياتي قناة رياضية فئوية بتتكلم عن النادي المنافس أكتر من النادي بتاعه، يعني أنا ما شُفتش كده في حياتي، فأتمنى الإعلام الرياضي عندنا يتعلم من الإعلام السعودي الإعلام المحترم، وأتمنى اللي يجيبوا أو يعني أتمنى لهاني بوريدة اللي هو ما لوش أي منصب ولا أي 60 لازمة، يكلم رئيس الاتحاد السعودي يقول له أنت إزاي بتطبّق القوانين واللوائح على الأندية، إزاي وقفت اتحاد جدة 6 شهور من القيد فترة قيد بسبب اللي هو آآ تفاوض مع لاعب النصر في الفترة الحرة 6 شهور الأخَرى من اللاعب، بس ما بعتش فاكس لنادي النصر، اتوقف فترة قيد واللاعب اتوقف واتغرّم، والنادي اتحاد جدة السعودي اتغرّم، وكانوا داخلين على بطولة كأس العالم للأندية، ما قالوش دي مهمة وطنية، ما قالوش أصل اتحاد جدة رايح يجاهد في سبيل الله وراح يفتح عكا، ما قالوش الكلام دوّة، ولا ليهم أي دعوة الاتحاد السعودي، طبّق اللوايح، طبّق القوانين، زيك زي غيرك. لو بنفتكر كده هو كأس العرب اللي اتلعب في الصيف اللي فات، اللي كان في السعودية، كان بيشارك فيه النصر السعودي والشباب السعودي، وتقريبًا النصر وصل للدور النهائي، وبعدين كان الدوري السعودي هيبدأ بعدها بيومين 3، فالنصر السعودي بعت تقريبًا هي الدورة ديّة يعني أنا مش فاكر أوي، بس هي تقريبًا الحادثة دي أنا فاكرها يعني. ال النصر السعودي بعت فاكس عايز بس يأجّل أول ماتش ليه 24 ساعة، علشان أول ماتش ليه بعد يومين من آخر ماتش النهائي. الاتحاد السعودي قال له: "ما ليش دعوة، دي بطولة ودية وأنت شاركت فيها، دي مش مشكلتي، مشكلتك أنت." تطبيق اللوائح والقوانين على الكل. أتمنى، أتمنى ده طبعًا ده أمنية طبعًا في البلالة، اللي إحنا بس نطبّق القوانين واللوائح على الكل، على كل الأندية. يعني النادي الشعبي اللي ينزل درجة تانية ينزل، زي الأهلي جدة، أهلي جدة نزل درجة تانية، بس راجع أقوى من الأول، اتعلّم، إنما إحنا ما بنتعلّمش، إحنا طبّل، طبّل، انفخ، انفخ، ضيّع، ضيّع، وإحنا في الضياع أصلًا، سلام.